ازيكم يا بنات، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده بقى هعمل معاكم سمك مكاريل صينيه. طبعا انا قطعت 3 بصلات، قطعت طبعا منهم 2 اهو وانا معاكم. هقطع الثالثه، هقطع حوالي 4 طماطميات كده زي السلطه، وقرن فلفل حامي. هقطعهم وارجع لكم تاني. اهو يا بنات، بعد ما قطعت قرن الفلفل والبصل وطماطم زي ما انتم شايفين قطعاه كبير كده، هحط معلقتين من الدقه بتاعه السمك، اللي هي ايه بقى، اللي هي توم وفلفل وليمون وخل وحبه كمون وحبه ملح، بس ضربتهم في الكبه وتبلت بيهم السمك. خدت حبه من التتبيله، اقلبهم كويس في البصل والطماطم والفلفل اللي انا قطعتهم زي ما انتم شايفين كده، واخد نصهم بقى في الطبق ده عشان ارص السمك، والنص التاني هحطه فوقيه. خليكم معايا. اهو يا بنات السمك المكاريل طبعا غسلاه كويس بميه وملح ودقيق، نقعاه كويس فيه، وهو تبلته بالتتبيله زي ما قلت لكم. واقول لكم تاني: توم وخل وليمون وكمون وملح. احطه كده اهو زي ما انتم شايفين كده، وانزل بقى بباقي الخلطه اللي انا قلت لكم اشيلها على جنب من فوق كده، واحط عليه بقى زيت وادخله الفرن. هتاكلوا احلى سمك مكاريل وهتدعوا لي. تنسونيش بقى بدعواتكم الجميله، وتنسوش بقى تحطوا لايك وشير وتشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. مع السلامه. اهو يا بنات، هحط لها بقى زيت زي ما انتم شايفين كده وادخلها الفرن، بس تحطوا حبه زيت محترمين، يعني حوالي كوبايه زيت كده مثلا. حطينا بقى الصينيه يا بنات في الفرن تستوي مع نفسها، وهنا بقى بشرت بصلايه زي ما انتم شايفين. هعمل الرز، تشرب بس ميتها، نروح حاطين لها زيت. هنحط لها بقى يا بنات زيت اهو، نقلبها لحد ما تحمر ونعمل الرز. اهو يا بنات البصله بعد ما احمرت لازم تغمق قوي كده عشان تديكي لون الرز البني زي المطاعم. وطبعا غسلت الرز وهنزل بيه اهو، واحط شويه ملح وكمون واشوحه شويه على ايه مع البصله. اهو يا بنات السمك بعد ما طلعته من الفرن واستوى، شوفوا عامل ازاي. والرز اهو، ده سر بقى لون الرز، لازم تغمقي البصل عشان يطلع معاكي كده. متنسونيش بقى لو عجبتكم طريقتي ووصفاتي، متنسونيش بقى تحطوا لايك وشير وتشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. مع السلامه.